السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم وعلينا كده يا رب. فقلنا بقى نغير الفطار علشان خاطر ابو حسن والاولاد قاعدين والبنات قاعدة معانا، فقلنا بقى ايه احضر لهم فطار غير التقليدي كل يوم فول وفلافل جبنات والكلام دوت. فقلت برضك ادردش معاكم كده في الموضوع ده. عملني خالص يعني امبارح. كان الخميس كنت في الكوافير يعني. طبعا الكوافير معروف ان احنا بتبقى الحريم بقى وملمومة وكلام من هنا وكلام من هنا. انا اتفاجئت بصراحة في الكوافير. اتفاجئت لقيت كل اللي داخل وكل اللي قاعدة بتتكلم وكلنا يعني كل واحدة بتتناقش في موضوع. انا حسيت ان نص الحريم البلد اللي غضبانه واللي جوزها سايب البيت وماشي واللي زعلانه مش عارفه من مين وجوزها عامل ايه. الدنيا ليه عملت في الحريم كده؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى اللي يخلينا ان احنا نبقوا كلنا مش طايقين الكلام لبعضنا، كلنا مش عايزين نتكلم مع بعضنا؟ يعني والله العظيم انا اتفاجئت خالص. يعني واحده دخلت، آه كلام كلام كلام. طب يعني قلت لها طب انت سايبه البيت على حاجه تافهه قوي. يعني انت سايبه البيت على حاجه تافهه. واحده تانية، انا جوزي سايب البيت. يا جماعه كلنا كده يعني نعدوا. انت عدي وهو يعدي وكل واحد يعدي من عنده علشان الدنيا تمشي. مش هينفع ان احنا نعمله مع بعض كده على النقطه، نقفل بعضينا على النقطه وعلى الكلمه. والله العظيم بتكلم بجد، انا اتفاجئت. يعني انا ماشيه مع مرات اخويا بقول لها هو في ايه؟ هو مال الحريم؟ طبعا انا قليت البطاطس زي ما وريتكم كده وبسلق بقى بطاطس، قلت اعمل بطاطس مهروسه. فانا ادخلكم في الموضوع واطلع من الموضوع، يعني هي يعني ايه، نخش شويه في الموضوع ونطلع من الموضوع. فاللي موجوده هناك دي في الحله دي طماطم، انا بسبكها وبحطها في الفريزر. بضربها في الخلاط وارجع اصفيها واحطها في الفريزر. ساعات بحط لها لما بتكونش حمرا بحط لها بابريكا او اضربها كده لو هي حمرا. المهم ان احنا عايزين نقوله للبنات اللي لسه متجوزه جديد بالذات، يعني انت مش داخله تجربه وانا وبختي ما عجبتنيش خلاص انا هرجع من التجربه دي. لا خلاص، انت اقلمي حياتك بقى وعيشي. سيبك من حكايه بيت باباكي بقى، خلاص دي عيشه وده زمن، يعني وقت عدى خلاص بقى. انتي دلوقتي بقيتي ام او هتبقي ام وتبقي صاحبة، بقيتي صاحبة بيت، فتحتي صفحة جديدة. امشي بقى وتأقلمي على العيشة الجديدة بتاعتك. انا مش بقولك ارضي بإهانة ولا ارضي بده، لأ. عوديه على ان انتي ما تتهنيش، عوديه على ان انتي ليكي كرامة. بس مش رغم الحكاية ان انا اغضب واسيب البيت على حاجات تافهة. يا جماعة يعني والله العظيم انا النهاردة سمعت، يعني امبارح بقول النهاردة سمعت سمعت كلام. انتي تافه، حاجات تافهة بنسيبه بيتنا على حاجات تافهة. زي ما في ناس ماشي بتسيب بيوتها على حاجات تافهة، في ناس دماغها كبيرة قوي وفي ناس عاقلة قوي. احنا الحمد لله يعني مصر بخير، يعني الحمد لله. وربنا يهدينا كلنا يا رب، يهدينا جميعا. بصوا انا حطيت توم وشوية زيت وحمرته ورحت هرسة، كنت هرسة البطاطس ورحت حطاهم عليها. لو عندك بقى شوية خضرة حطيهم عليهم، يعني بقدونس بقى شوية شبت. طبعا ده حسين ابني. حطيت شوية كمون وشوية شطيطة وشوية ملح وخلاص على كده. حبينا بقى نغير الفطار كل يوم فول فلافل، جبنات مش عارف ايه، لا. قلنا بقى نعمل فطار تاني جديد كده حلو كده، تحبيشة يعني. جماعة اللي ما عملش لايك يا ريت يعمل، ويا ريت كلنا كده نصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبكده بصوا، والله الأكلة دي بتفتح النفس أحلى من أي حاجة. حتة الجبنة القديمة ديت مع الطماطم كده وشوية المخلل كده اللفت ما شاء الله يعني. بالهنا والشفا كده على قلوب كل اللي ياكل كده والله. انا ما وريتكمش الفلفل ابو طماطم ده وانا بعمله. كده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.